حلو انك تتعرف على لهجات الدول الاخرى، وخصوصا الدول اللي تحبها او الشعوب اللي تحبهم. يعني مثلا انا بصير مجنون مع اهل الجزائر. ليش؟ وبالتحديد في الشرق الجزائري الغالي، عندكم كلمات يعني يمكن انا قاعد سنه احاول افك شفراتها ما راح اقدر. يعني مثلا تخيل واحد يقول لك دنك فيا، تقول له شنو هاي دنك فيا؟ يعني انت قاعد تهاوشني، شو السالفه؟ طلع معناها بسيط، يعني شوف، طالعني، ناظرني، ركز معي. دنك فيا يا خالد، او دنك فيني يا متابع، يعني ركز معي. طيب في كلمه ثانيه اللي صدمتني، وش هي؟ قرنيه. قرنيه يعني فلان جالس في القرنيه. رحت سالت الشباب الجزائريين اللي عندي، قالوا لي يعني كانك جالس في زاويه، زاويه المكان، زاويه المجلس. اوكي، ففي دقه عندهم في الوصف فظيعه من كلمه واحده يعني في النهايه. وعشان اثبت لكم اني صدق كنت اتكلم بعض الكلمات الجزائريه. مثل سمعت كلمه دوكا يعني الحين، كلمة بزاف يعني كثير، وايد، يعني معظم شمال افريقيا يقولونها حتى دوكا. لكن في كلمة سمعتها ويقولونها عنها صعبة، تقرعيج. تقرعيج يا جزائرية من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. إذا في كلمات ثانية تبون تعلموني إياها وصعبة، ابهروني برسائلكم، أعطوني تعليقاتكم تحت، خلوني أتعلم معاكم اليوم، ومتابعين يتعلمون معنا.